مديري شال مني أهم شغل كنت مسؤول عنه واداه لحد تاني من غير ما يقول لي أنا عملت إيه غلط. ده مجرد إعادة توزيع ولا دي أول إشارة إنهم مش شايفين ليا مكان زي الأول؟ ده سؤال مهم جدا. بص، مش كل مرة شغل يتسحب منك يبقى معناه إنهم عايزين يمشوك. ممكن مديرك بيقسم الشغل بطريقة مختلفة، ممكن الشخص التاني محتاج يتعلم، وممكن يكون في ضغط وعايز يوزع المسؤوليات. بس هنا في سؤال أهم: مين أخد الشغل؟ سمعتني؟ يعني إيه الكلام ده؟ أنت بعد ما الشغل اتشال منك أخدت مكانه إيه؟ لو أخدت مسؤولية أكبر أو حاجة أهم يبقى ممكن الموضوع طبيعي جدا. لكن لو أهم جزء في شغلك راح لحد تاني وانت بقيت تعمل حاجات أقل قيمة، هنا لازم تقف وتفهم. لأن المشكلة مش إن مهمة راحت، المشكلة إن دورك نفسه ممكن يكون بيصغر حبة حبة وانت مش واخد بالك، خصوصا لو نفس الشخص بدأ يدخل في اجتماعاتك، ياخد قرارات كنت انت بتاخدها، أو الأسوأ الناس بدأت ترجع له في حاجات كانت بترجع لك انت. طب أنا المفروض أعمل إيه بعد ما سمعت كل الكلام؟ أول حاجة وأهم حاجة، اسأل مديرك بهدوء: أنا لاحظت إن الجزء ده من شغلي راح لفلان، هل في تغيير في دوري أو في المسؤوليات محتاج أبقى فاهمها؟ اتنين، شوف هل دي حاجة واحدة ولا الموضوع بيتكرر. لو كل شوية حاجة مهمة بتروح منك ومفيش حاجة أقوى بتيجي مكانها، ما تعتبرهاش صدفة. سمعتني؟ تلاتة، لو سمحت اسأل بشكل واضح إيه المطلوب مني الفترة دي وإيه اللي أنا مسؤول عنه فعلا. لازم تعرف دورك رايح فين، بدل ما تكتشف بعد كام شهر إن الدور اتغير وإنت آخر واحد بتعرف. وافتكر دايما لما شغلك يتغير مرة ممكن يبقى صدفة، ممكن، لكن لما دورك كله بدأ يصغر دي رسالة لازم تاخد بالك منها. فاهمني؟